المتغيرات والثوابت. كما نود أن نشكر الأستاذ الكريم أحمد عسير، وهو أستاذ فلسفة وشاعر وباحث في الثقافة الأمازيغية، مزداد سنة 1961 بالمغرب، رئيس سابق للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة 1996-1998، عضو سابق بالمكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب 1999-2001، عضو سابق بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 2002-2006، عضو مؤسس للعديد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب، كما أنه شارك في العديد من اللقاءات السياسية والثقافية وطنيا ودوليا، ونشر الكثير من المقالات والدراسات حول المسألة الثقافية والأدب الأمازيغي وقضايا الهوية والديمقراطية في الصحف والمجلات المغربية والدولية منذ 1973. أعد الكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية حول الأدب والفنون الأمازيغية لبعض القنوات المغربية والدولية. صدر له مؤلفات ديوان شعر أمازيغي العبار سنة 1996 عن دار النشر صمونة الرباط 1940، كتاب الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي 1998، كتاب أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر 2002، كتاب سياسة تدبير الشأن الأمازيغي بالمغرب عن منشورات المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات 2002، كتاب رسائل إلى النخبة المغربية 2010، كتاب إيمارين مشاهير شعراء أحواش في القرن العشرين منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 2012. نشكركم مرة أخرى على تلبية الدعوة، ومرحبا بكم معنا في هذه الندوة. ولكي لا أطيل عليكم سأعطي الكلمة للأستاذ أحمد عاصم فليتفضل مشكورا. الأخوات والإخوان، أصدقاء وصديقات الطلبة أساتذة، صباح الخير. في مبتدأ كلامي أود أن أوجه الشكر للمنتدى الذي يستضيفنا اليوم في هذا اللقاء، منتدى المعرفة السوسيولوجية، وأشكرهم أيضا على أنهم اهتموا بموضوع يهيمن في النقاش العمومي منذ سنوات في بلادنا كما في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو موضوع متشعب ومركب يسمح للسوسيولوجي والسياسي والمثقف والفنان أن يخوض فيه كل حسب انشغاله وحسب أولوياته، فهو موضوع ذو أبعاد متعددة ويرتبط ببنية الدولة من جهة، كما يرتبط بالنظام التربوي، ويرتبط بوضعية الفرد في المجتمع، ويرتبط بالعوامل الأخرى المختلفة المؤسسة لوجودنا الاجتماعي. لكن تبقى للسوسيولوجي كلمته الهامة جدا باعتباره الخبير في دراسة العلاقات الإنسانية في المجتمع ودراسة الظواهر الاجتماعية. وفي هذا التعبير الذي اختاره طلبة المنتدى المعرفة السوسيولوجية أهمية كبرى جدا، لأنه يتركب من كلمتين: المعرفة والسوسيولوجيا. والمعرفة هي أساس البناء بالنسبة للتطور الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أن السوسيولوجيا هي أساس معرفة الواقع بتجرد وبحياد ودراسته بوسائل علمية صارمة، وبالتالي معرفة إرهاصات تطوره واتجاهه نحو آفاق المستقبل. ولهذا نحن أحوج ما نكون إلى المعرفة السوسيولوجية في المرحلة التي نحن فيها. وأود أن أشير قبل أن نشرع في موضوعنا العلمانية الثوابت والمتغيرات، أن أشير إلى أن هذه المادة السوسيولوجيا قد تعرضت للكثير من الحصار
وتعرضت للكثير من القهر، وتعرضت للكثير من الحظر والمنع في سنوات الرصاص في بلادنا وفي عدة بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بسبب أن هذه الدول التي تعاني من الاستبداد ومن التخلف كانت تعتبر أن المعرفة حقر على الدولة، كانت تعتبر أن المعرفة تحتكرها السلطة وتخفيها كسر من أسرارها، وكانت تعتبر أن استقصاء المعرفة في الميدان أي في واقع المجتمع يعد شيئا خطيرا يهددها. ولهذا لا تستغربوا إذا تذكرتم أن بلدنا هذا قد أغلق شعبة السوسيولوجيا مرتين وحضرها ومنعها بسبب أن الدولة تخاف من المعرفة، والبلد الذي يخاف من المعرفة لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يتطور، لأن المعرفة هي أساس البناء، بناء الدولة وبناء المواطن وبناء الفكر الحي. ولهذا السبب ما زالت إلى يومنا هذا حواجز وعوائق في طريق البحث السوسيولوجي. الباحث الميداني يصادف الكثير من الصعوبات، فعليه أن يستشير السلطة المحلية ويأخذ رخصتها، والمقدم يراقبه عن كثب لكي يكتب تقريرا للقيد، والقيد يكتب تقريرا لرؤسائه. لماذا؟ لأن هناك رقابة على المعرفة وعلى البحث في بلدنا، وهذه من مؤشرات التأخر وليست من مؤشرات أننا نتقدم. وكان لابد من هذه الكلمة لكي ندرك جميعا قيمة المعرفة السوسيولوجية. ولهذا أحيي أعضاء المنتدى على اختيارهم لهذه التسمية للمنتدى الذي يشتغلون فيه، لأن من أكبر حاجاتنا المعاصرة المعرفة، والمعرفة السوسيولوجية تحديدا. وأنتم تلاحظون اليوم كيف أصبح الجهل والتجهيل هو شعار للجماهيرية وللنجاح السياسي والجماهيري، كيف أصبح تسويق الجهل ورقة رابحة في حقل السياسة. وهذا شيء مؤلم أن تصبح المعرفة شيئا مهجورا. وعلينا كطلبة وكأساتذة أن نعيد الاعتبار لقيمة المعرفة في بلدنا ولقيمة البحث العلمي، لأنه هو الذي يعطينا إمكانية فهم واقعنا وتغييره. لا يمكن أن نغير واقعا لا نعرفه، لا بد من المعرفة المعمقة بهذا الواقع وعلى أسس علمية ومنهجية من أجل أن نستطيع أن نرتفع به إلى وضع أفضل مما هو عليه. بالنسبة للموضوع الذي تم اختياره من طرف الأصدقاء والصديقات الطلبة في منتدى المعرفة السوسيولوجية، وهو موضوع العلمانية، وقد اقترحت العلمانية بين الثوابت والمتغيرات. موضوع العلمانية هذا هو موضوع شائك ومتشعب كما قلت، لأنه يحيل على ميادين وأبعاد معرفية كثيرة ومتعددة، ولكن سوف يصادفنا في البداية التباسات المفهوم. نطرح السؤال: لماذا هذا المفهوم ظل ملتبسا في أذهان الناس وغامضا بعض الغموض، بل إن هناك من يتشنج ويتشدد عندما يسمع هذه الكلمة كما لو أنها كلمة مرعبة، بينما هي في الواقع كلمة من بين كلمات المعجم السياسي المتداولة، وليس فيها أي شيء يثير يعني الهلع أو أي شيء من هذا القبيل. فهي كلمة لا تعني سوى نظاما سياسيا تتخذ فيه الدولة موقف الحياد مؤسساتيا ورسميا من موضوع الدين والعقيدة، تاركة ذلك للاختيار الحر للأفراد المواطنين. فهذا المعنى لا يخيف، إنه معنى لصيق بمعنى الديمقراطية لا ينفصل عنه، ولكنه يخيف في بلداننا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. والسبب الرئيسي لكون هذا المفهوم ملتبس وغامض ويثير الصراعات هو طبيعة الأنظمة السياسية القائمة في هذه المنطقة، فهي جميعها بدرجات متفاوتة
أنظمة سياسية تستعمل الدين وتعبث به في المجال السياسي، تستعمل الدين كورقة في حقل الشرعية. والسبب في ذلك افتقار هذه الأنظمة للشرعية الديمقراطية. عندما تغيب الشرعية الديمقراطية فإن هذه الأنظمة تلتمس شرعيتها في مجالات أخرى، إما النسب العائلي كالحديث عن شجرات الأنساب، وإما في الدين، وإما في سلطة الجيش والعسكر وهي سلطة الاستبداد القهرية، وإما في الحكم الفردي، الحكم الحاكم الفرد الواحد الذي يقرر وحده ما يريد. هذه أنماط من الأنظمة موجودة في هذه الرقعة من الجغرافيا، وكلها تلتمس الدين كورقة سياسية. وعندما نتحدث هنا عن التوظيف السياسي للدين لا نتحدث عن الدين في حد ذاته، وعلينا أن نكون واضحين في هذه المسألة لكي لا يكون هناك التباس. لا بد أن نميز، والسوسيولوجيون أعرف الناس بذلك، أن نميز بين الدين من حيث هو مرجعية عقائدية ومن حيث هو نصوص، وبين التوظيفات السياسية والاجتماعية للدين في المجتمع. كما ينبغي أن نميز في معنى العلمانية بين الدين والتدين، لأنهما ليس نفس الشيء. الدين هو المرجعية الأصلية النصوص، أما التدين هو شكل تمظهر الدين في سلوكات الناس ووعيهم من خلال التقاليد والعادات الجمعية المشتركة ومن خلال سلوكات الأفراد. الفرد يفهم الدين فهما معينا ويقدم أو يأتي سلوكا معينا في المجتمع انطلاقا من فهمه ذاك للدين، وهذا تدين، هذا نمط تدين، c'est-à-dire un mode de religiosité. علينا أن نميز بين religion et les modes de religiosité اللي هما متعددين ومختلفين. قد تجدون أن مثلا في الإسلام القرآن نص واحد، ولكن نمط التدين الإيراني وتوظيف الدين في السياسة في إيران ليس هو النمط السعودي، وليس هو النمط السوداني، وليس هو النمط في الكويت أو في البحرين. ما الذي يختلف هنا رغم أن القرآن واحد وصحيح البخاري واحد وصحيح مسلم واحد؟ الذي يختلف هو أنماط التدين وأشكال توظيف الدين في الدولة. ولهذا نجد هذه النماذج مختلفة وربما متصارعة ومتطاحنة عسكريا وبالسلاح وغير ذلك، كما يحدث بين السعودية وإيران في سوريا الآن، وكما يحدث داخل البحرين بسبب الصراع بين السنة والشيعة إلى غير ذلك. إذن هذه تحديدات ضرورية لكي نفهم بالتالي معنى العلماني. فإذا السبب الثاني للالتباس بعد طبيعة الأنظمة التي توظف الدين، وبالتالي بما أنها توظف الدين فهي تحرص على احتكاره وتحرص على عدم إنجاح مسلسل الديمقراطية الذي هو مرتبط بمسلسل العلماني. ولهذا يعتبر الحكام في هذه المناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط يعتبرون أن العلمانية خطر عليهم، لأن من مصلحتهم استعمال الدين في السياسة بكثافة، سواء في حق الشرعية أو من أجل قهر المجتمعات وقمعها وفرملة المسلسل الانتقال نحو الديمقراطية. العامل الثاني الذي يسبب التباس معنى العلمانية هو الطريقة التي دخلت بها العلمانية إلى العالم الإسلامي، والطريقة التي وجدت بها في التقاليد وعادات هذه المجتمعات. ومن بين أسوأ النماذج الموجودة والتي تصدم الوجدان الإسلامي النموذج التركي، أو الطريقة التي ترسخت بها العلمانية في تركيا، حيث قام مصطفى كمال أتاتورك العسكري بفرض العلمانية بقوة السلاح والجيش وقوة القهر السياسي وبالظلم والاستبداد. فكان هذا النموذج صادما للوجدان الإسلامي، لأنه لم يستلهم عناصر العلمانية من الثقافة الأصلية للأتراك ومن عمق المجتمع، ولم يقوم بالانفتاح على الثقافة العالمية والحضارة الإنسانية من أجل العلمنة التدريجية، بل إن العلمنة في تركيا جاءت بشكل قهري
ماحق وبعنف الدولة، وهذا أدى إلى تكوين فكرة سيئة عن العلمانية، حيث ربطها بعض الناس في البلاد الإسلامية بالنموذج العسكري التركي الذي الآن هو بصدد الدمقرة التدريجية، والدليل هو وجود حزب إسلامي في السلطة. إذن تركيا خضعت لتطور من الاستبداد العسكري القهري إلى المسلسل الديمقراطي التدريجي، والذي عاش فيه العلمانيون والإسلاميون في تركيا حوارا امتد 30 سنة. 30 سنة من النقاش والحوار في تركيا بين التيار العلماني والتيار الإسلامي انتهى إلى حل المشكل بينهما، وأصبح الكل يحترم المبادئ العلمانية للدولة باعتبارها أساس ديمقراطية، ولكن في الانتخابات يمكن أن يفوز العلماني أو يفوز الإسلامي دون أن يكون هناك مس للحقوق الأساسية للمواطن. هذا إذن العامل الثاني. العامل الثالث هو تاريخ العلمانية المرتبط بالكنيسة، بتاريخ الإكليروس وتاريخ الكنيسة ورجال الدين في أوروبا وفي الغرب. هذا المفهوم أيضا مشوش في البلاد الإسلامية، لأن الكثير من الناس اعتقدوا خطأ بأن العلمانية خاصة بالسياق الغربي لأنها ارتبطت بالصراع ضد الكنيسة، وهذا بطبيعة الحال خطأ فادح، لأن نفس الصراع الموجود في الغرب وجد في البلاد الإسلامية بنفس تفاصيله، وهذا سيأتي في عرضنا. ولا مجال للقول بأن العلمانية خاصة بالغرب، لأن للبلدان الإسلامية أيضا علمانيتها سواء على المستوى الفكري والمرجعية الفكرية أو على مستوى السلوك الاجتماعي والتقاليد والعادات، كما سيأتي ذلك في العرض. ثم هنالك أيضا عائق آخر، وهو شيوع فكرة في البلدان الإسلامية هي فكرة تمثل عائقا أمام العلمانة، وهذه الفكرة روجها رجال الدين أو الفقهاء وأصحاب المرجعية الإسلامية في العالم الإسلامي، وهي الفكرة القائلة بأن الإسلام ليس دينا فقط، بل هو أيضا دولة. الإسلام دين ودولة. هذه الفكرة من أكبر عوائق الديمقراطية في البلدان الإسلامية، ومن أكبر عوائق العلمنة أيضا في البلدان الإسلامية، لأن المسلمين يعتقدون خطأ بأن الإسلام دولة وينبغي أن يقوم كدولة، بينما هو في الحقيقة دين وليس دولة، لأن الدولة شأن بشري. البشر هم الذين يبنون الدولة باجتهادهم وبجهودهم العقلية، وليست الدولة دينا، والدولة لا دين لها أصلا، وإنما الدين دين الأفراد. المواطنين هم الذين يؤمنون ويصلون ويحجون ويصومون إلى غير ذلك ويؤدون الشعائر الدينية. أما الدولة فطبيعتها أنها محايدة تجاه كل الأديان. وأحيلكم هنا على كلمة أردوغان، يعني رئيس الحزب الإسلامي في تركيا، والتي ألقاها في مصر عند زيارته لمصر، وهي كلمة خطاب مهم جدا ينبغي أن تطلعوا عليه، نظرا لأنه يعكس خلاصة الإسلام في تركيا أو الإسلاميين، تجربة الإسلاميين السياسية في تركيا. يقول أردوغان في هذا الخطاب: إن في تركيا 99% من المسلمين، لكن الدولة تتخذ نفس المسافة من الدين من جميع الأديان، تتخذ نفس المسافة من جميع الأديان، حتى ولو كانت الأديان الأخرى 1%، فهي تساوي بينها، وتتخذ موقف الحياد من الدين باعتباره اختيارا للأفراد وليس اختيارا للدول. الدولة لا تفرض الأديان على الناس، لأن الدين نفسه يرفض ذلك. الدين نفسه يقول إنه لا إكراه في الدين، لا ينبغي أن نكره الناس على دين ونغصبهم على ذلك. فإذا الأسس العلمانية متوفرة في كل بلدان العالم، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية كما سيأتي ذلك. لماذا اخترت هذا العنوان الثوابت والمتغيرات؟ لأن المعضلة في بلدنا المغرب مثلا، من خلال النقاش الذي عشته شخصيا حول الموضوع من 1988، ونحن نعيش في المغرب نقاشا حادا حول العلمانية، وقد عشت محطات هذا النقاش بتفاصيله وحذافيره
في مختلف مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب، وحتى في العالم القروي عشنا نقاشات حول وضعية الدين في الدولة حتى لدى جمعيات التنمية المحلية في البادية. وهذا معناه أن عموم المواطنين مهتمون بهذا الموضوع وليس فقط نخب أو طلبة أو مثقفين. ويخطئ من يعتقد بأن هذه إشكاليات نخبوية خاصة بالنخب، هذا خطأ فادح. باعتباري مواطنا بسيطا مثقفا وباحثا عن الحقيقة ولدي صلة بكل فئات المجتمع، لدي علاقة وطيدة بالتجار الصغار، ولدي علاقة وطيدة بالفلاحين في جمعيات التنمية المحلية التي أنا عضو فيها وأشتغل فيها أيضا. ومن خلال احتكاكي بالفئات الاجتماعية العريضة والبسيطة أجد أن هذه الإشكاليات التي تشغل النخب تشغل أيضا جماهير المواطنين الآخرين، ولكنهم لا يسمونها بنفس الأسماء التي نستعملها نحن المثقفين. قد لا يستعمل الفلاح البسيط كلمة علمانية، ولكنه يشعر بحسه البسيط بأن الدين مشكل في المجتمع، لأن الناس يكرهون بعضهم بعضا ويتصارعون في البوادي والحواضر بسبب العقيدة وبسبب الدين، فهو يشعر بذلك ويطرح الأسئلة: لماذا؟ أليس الدين واحدا؟ أليس الناس معظمهم مسلمين؟ لماذا هذا الصراع؟ ولماذا أصبح داخل الأسر هناك صراع وتنافس ونوع من التنافر بسبب العقيدة؟ فالمواطن البسيط يطرح السؤال، وطبعا يجد نفسه في عمق الإشكال العلماني بطرحه للأسئلة حول وضعية الدين في الدولة ووضعية الدين في المجتمع. إذا علينا فقط أن نغير مستويات خطابنا لندرك بأن هذه الأمور ليست نخبوية. الذي يملك مستوى واحد في الخطاب هو الذي لا يفهم ما يجري في المجتمع، لأن له مستوى واحد في الخطاب يخاطب المثقفين ولا يستطيع أن يخاطب عوام الناس من البسطاء، فهذا لا يعرف ما يجري في المجتمع. ينبغي للطالب وللباحث وللمثقف وللسياسي أن يتوفر على عدة مستويات في الخطاب لكي يخاطب جميع فئات المجتمع. وأنا شخصيا أستطيع أن ألقي هذا العرض بطريقة مخالفة كليا في قرية في البادية بنفس المضامين ولكن بخطاب مختلف، لأنه ينبغي أن أتواصل مع النساء والرجال في البادية، فيمكن أن تقدم نفس المضامين ولكن بمستوى آخر من الخطاب وبمعجم مختلف وبلغة مختلفة مع التبسيط والتشخيص وإعطاء الأمثلة من واقع الناس. وأنا أتحدث هنا عن أزمة التواصل في بلدنا. من بين أسباب أزمة التواصل وعدم فهم مثل هذه المفاهيم العلمانية والديمقراطية والحرية وغيرها، من بين أسباب هذه الأزمة عدم توفر نخبنا على تعددية مستويات الخطاب لكي يتفاهم المثقفون والنخب السياسي والثقافي مع كل فئات المجتمع. الثوابت والمتغيرات، سبب هذا الموضوع هو أن هناك شريحة من إخواننا من التيار المحافظ يقولون إن العلمانية مختلفة في بلدان أوروبا والغرب، فهي ليست علمانية واحدة ولهذا لا يمكن أن نعتمدها. وهذه حجة باطلة، لأنها إذا استعملت في الإسلام فينبغي أن نعتمد الإسلام، لأنه نماذج مختلفة. السعودية ليست هي إيران، ليست هي السودان، ليست هي تركيا، ليست هي المغرب، نماذج إسلامية مختلفة. هل معنى هذا أننا نتخلى عن الإسلام لأنه نماذج مختلفة في الدولة؟ طبعا لا. العلمانية كذلك. النموذج النرويجي يختلف عن النموذج الألماني، يختلف عن إنجلترا، عن أمريكا، عن فرنسا، عن إسبانيا، عن إيطاليا. كل دولة لها نموذج متميز، ولكن ما الذي يخفيه هؤلاء الذين يطرحون هذا الكلام؟ يخفون حقيقة هامة، وهي أنه إذا كانت هذه الدول تختلف في معنى العلمانية فهي تتوحد وتشترك في نفس الثوابت التي هي ثوابت العلمانية في كل بلد من البلدان الديمقراطية. إذا كانت علمانية النرويج تختلف عن فرنسا فهناك نفس العناصر المشتركة موجودة، وسنأتي إلى ذكرها وتوضيحها وبها سنوضح معنى العلمانية.
الخلل الموجود في فهمنا لهذه الكلمة بين التيارين الحداث الديمقراطي والتيار الإسلامي المحافظ هو أن التيار المحافظ يعتبر أن العلمانية ضد الدين، وغالبا ما يتعمدون، وهم يعرفون أن هذا غير صحيح، ويتعمدون القول إن العلمانية تريد إقصاء الدين من الدولة والمجتمع. ونحن نقول له منذ 35 سنة بأن العلمانية لا شأن لها بدين المجتمع ولا تتدخل فيه، وليس من حقها التدخل فيه. العلمانية لا تسعى إلى إلغاء الدين من المجتمع، لأن الدين دين الناس، دين العالمين، دين المواطنين يختارونه باختيارهم الحر، وعلى الدولة أن تحميهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وهذه هي العلمانية. أين نختلف؟ نختلف في أنه ليس من حق الدولة في المجال العام أن تفرض دينا معينا على الناس بالإكراه، وأن تراقب هذا الدين بالأمن والبوليس والشرطة والعسكر، بل المواطن هو الذي يختار دينه ويعيشه ويفخر به ويشيعه ويعرف به، هذا من حقه أي دين كان. أتحدث هنا عن الأديان بالجمع. من حق كل مواطن أن يتدين بالدين الذي يختار. لماذا؟ لأنه لا معنى للإيمان بدون الحق المبدئي في الاختيار. إذا فرض عليك البوليس أن تؤمن فهذا ليس إيمانا، هذا خوف ورهبة وإرهاب، ليس إيمانا. الإيمان نابع من الباطن، من الداخل، من داخل الذات الإنسانية، ويتجه نحو الواقع. والمرء يختار دينه بحسب قناعاته وبحثه وأسئلته وطمأنينته النفسية، وهذا يحقق ما يسميه السوسيولوجيون بالطمأنينة الاجتماعية، لأن المؤمن يشعر بالارتياح في دينه لأنه اختاره عن جدارة وعن حرية، ولكنه لا يشعر بذلك عندما يكون مراقبا، لأنه يطرح السؤال: لماذا تراقب الدولة الدين؟ إذا كان الدين حقا فالمواطنون سيختارونه باختيارهم، لماذا تراقب وتعاقب من غيره إلى دين آخر؟ ربما لا تعرفون بأن مواطن مغربي عوقب 15 سنة سجنا، وهذا شيء غريب سيضحك له العالم بسبب أنه خرج من الإسلام ودخل في المسيحية. 15 سنة، ما هو أساسها القانوني أو الشرعي؟ لا يوجد أي مصور قانوني أو ديني للحكم على شخص ب15 سنة سجنا في المغرب لأنه اختار دينا آخر. هذا معناه أن بلدنا ليس فقط أن الدولة ليست علمانية، بل ليست ديمقراطية، لأنها لا تسمح للمواطن بأن يختار الدين الذي يريد ويتحمل مسؤوليته هو، وعليها أن تسمح له بممارسة شعائره الدينية بحرية أي دين اعتنقه. وسمعت من يقول من التيار المحافظ، وهذا عن جهل بطبيعة الحال، لأن الكثير من الناس يتكلمون عن جهل وجهالة بالواقع، وهنا أهمية السوسيولوجيا. قال هذا الشخص: الكنائس فارغة في المغرب ولا أحد يذهب إليها، وهو لا يعرف بأن الدولة المغربية أرغمت الكنيسة على أن توقع اتفاقية تمنع المغاربة من الاقتراب منها. هو لا يعرف هذا لأنه جاهل، ويقول هي المساجد عامرة والحمد لله والكنائس فارغة. يا أخي، اترك الناس يختارون دينهم بحرية، وعندئذ تعال لننظر ونقوم بالإطلال في المساجد والكنائس ونفرح بالجميع. ولكن أن تستعمل سلطة الأمن وغلبة الدولة القهرية من أجل أن تقهر المواطنين وتفرض عليهم عقيدة معينة وتراقبها وتحرسها، ثم تأتي وتقول المساجد مليئة والكنائس فارغة، هذا جهل. أعطي الحرية للناس، وعندئذ لك أن تدرس الواقع بكل موضوعية وتجرد، وسنقبل على أنه الواقع الموجود. إذن أعطيكم هذه الأمثلة لكي ندرك الخلل الموجود في معنى العلمانية. الإخوان المحافظون يعتقدون أنها ضد الدين. نحن العلمانيون نقول: لا يمكن أن تنتعش الأديان وتحيا وتزدهر
إلا في إطار الدولة العلمانية. في دنمارك والنرويج والسويد المسلمون يملؤون المساجد ويمارسون دروس يعني طقوسهم التعبدية بكل حرية، ويصدرون الكتب حول الإسلام ويعرفون بالإسلام ويبشرون به بكل حرية، وجمعياتهم تشتغل بأموال كثيرة بكل حرية. في المغرب ألقي القبض على مبشرين وحكم عليهم بالمغادرة التراب الوطني، فرفعوا دعوى قضائية وحكمت المحكمة على الدولة ب15 مليار، لم تؤديها إلى الآن لم تؤدي ما حكمت به، لأن القرار كان ظالما. كيف تفرح لأن الجمعيات الإسلامية تنشر الإسلام في أوروبا وأمريكا بملايير دولارات البترول السعودي والقطري، وعندما يأتي مبشر لكي ينشر المسيحية في بلدك تضطهده وتعتقله وتصحبه إلى المطار وتطرده؟ هل هذا عدل؟ وهل هذا حق بكل المعايير الدينية وغير الدينية؟ هو ليس عدلا، لأنه نفس مشاعر الفرح التي توجد لديك وأنت ترى الإسلام ينتشر في العالم هي أيضا توجد لدى المسيحي ولدى البوذي وهو يشاهد دينه وينتشر. وعليك أن تقبل بأن ينتشر ديانات مختلفة في بلدك، لأنك أنت تنشر دينك عند الآخرين وهم يمهدون لك الطريق لكي تنشر دينك بكل حرية. 2500 جمعية إسلامية في أمريكا تنشط بكل أنواع الأنشطة، ولم يسبق أن تم قهرها أو منعها أو حظرها. هذه هي العلمانية هي التي تسمح لأي كان بأن يعتقد بما يريد ويمارسه علانية ومع الجماعة أو في بيته كما يريد، وتسمح له بأن ينشر ذلك ويعرف به لأنه يعتقد أنه الحق. المسلمون الذين ينشرون الإسلام يعتقدون أنه الحق، ولهذا من حقهم أن يعرفوا بهذا الحق الذي ينعمون به ويؤمنون به. غيرهم كذلك، ما ينطبق على المسلمين ينطبق على غيرهم. لكن عقلية التخلف وعقلية الاستبداد لا تساوي بين البشر، وتعطي للذات ما تمنعه عن الآخرين، وهذا ليس عدل. من خلال هذه الأمثلة نفهم معنى العلمانية ليست ضد الدين، بل العلمانية هي أن تقوم الدولة بحماية كل الأديان والحرص على أن تمارس في كل الظروف المواتية وحماية المؤمنين بها بالتعدد. مشكلتنا في بلدنا أننا نقول نعم على الدولة أن تحمي الدين الإسلامي وأن تراقب الدين الإسلامي وأن تحضر الباقي. هذا ضد العلمانية ولكن أيضا ضد الديمقراطية. وهنا ستكتشفون أن الديمقراطية لا تنفصل عن العلمانية. لماذا؟ للأسباب التالية. لماذا لا يمكن أن تكون الدولة ديمقراطية إذا لم تكن علمانية؟ لماذا؟ للأسباب الآتية، وأرجو أن تسجلوها بتدقيق نظرا لأهميتها. السبب الأول، لأن الدولة الديمقراطية لا تستعمل الدين من أجل شرعيتها، لأن شرعيتها هو القاعدة، هو الجمهور، هو الناس، هو المجتمع هو الذي أعطى الشرعية للدولة، فالشرعية تأتي من أسفل إلى أعلى. هناك تعاقد مدني بين الحاكم والمحكوم، وهذا التعاقد المدني يلزم الحاكم بأن يحترم حقوق الناس ويحترم مجموعة من الضوابط الموجودة في الدستور. ولهذا ستفهمون لماذا يحرص الحكام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على أن لا يكون الدستور ديمقراطيا، لأنه سيلزمهم باحترام الناس وهم لا يريدون هذا الاحترام. إذا وضعت في الدستور ضوابط الديمقراطية فسيكون عليك أن تحترم القانون الأسمى في البلاد باعتباره هو الأساس الذي يرجع إليه الكل في الدولة. إذا لم تضع أسس ديمقراطية في الدستور فيمكن لك أن تعبث بمصائر الناس كما تريد، وهذا ما يحدث في بلداننا المغاربية وفي بلدان الشرق الأوسط التي لم تجد بعد طريقها إلى الآن نحو المصالح الديمقراطية. إذن السبب الأول
الذي يجعل الديمقراطية لا تنفصل عن العلمانية نهائيا هو أن الدولة الديمقراطية لا تحتاج إلى الدين في شرعية نفسها، لأن شرعيتها هو العدل، هو المساواة والحرية. قمنا بعملية حسابية، عدد المغاربة في سوى 25 مليون، عدد الذين سجلوا في اللوائح 13 مليون ونصف، عدد الذين صوتوا 8 مليون، وحصلت على 1.5 مليون. أنت أقلية، ولكن لديك أغلبية انتخابية فقط، فلا تظن أن هذا سيدوم. إذا يعتمدون الغوغائية لأنهم يعتقدون أن حالتهم تدوم، ولا شيء يدوم في عالم الإنسان وفي التاريخ وفي المجتمعات البشرية. أخيرا إعادة الاعتبار لثقافة الشعب وقيمه. هذا الشيء اللي خبيناه على التعليم وخبيناه على المدرسة باش ما يعرفوش المغاربة، دابا غادي نردوا له الاعتبار في التعليم يعرفوه الناس. الشباب المغربي خصو يعرف كيفاش كانوا عايشين المغاربة قبل ما تجي فرنسا، هذا حق ديالو. علاش كنخبيو عليهم الحقائق؟ الشباب المغربي خصو يستعمل نتائج الدراسات السوسيولوجية ونتائج الابحاث السوسيولوجية، خصها تعلم للناس علاش كيخبيوها. ولماذا تحتكر وزارة الداخلية الإحصائيات كثيرا ودراسات تجرى؟ إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق كان يجري الكثير من الدراسات ويعتمد أفضل الناس في إجرائها، لأنه كان يستقطب أجود الأطر ويجري بهم دراسات، ولم يكن يعلنها على المغاربة، كانت تعتبر أسرار للدولة. البلد الذي يعتبر المعرفة والحقيقة أسرارا للدولة بلد متخلف وغير ديمقراطي. ثم أخيرا لا بد من إبراز القيم الإنسانية في النصوص الدينية الإسلامية وفي التراث الفقهي. في الإسلام توجد قيم عظيمة، لكن فقه سنوات التخلف طمس هذه القيم، طمسها. مثلا حق المرأة في العمل طمسه الفقهاء عبر قرون، واليوم هذه المرأة المسلمة تعمل والفقهاء لا يقولون شيئا. معنى هذا لا يتعارض مع الدين. لماذا لم يقوله الفقهاء منذ 1000 عام؟ لأن الفقه نموذج الدولة السابقة. إذن دولة إسلامية لا تعني دولة دينية، لأننا لسنا في دولة دينية. دولة إسلامية تعني أغلبية سكانها مسلمون، ولكن لا تعني أنها قائمة على أساس الدين وتطبقه. وتكلمت على إمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين ليست مؤسسة تقوم على تطبيق قوانين دينية، بدليل أن خطوات التحديث اللي درناها من عهد الحسن الثاني إلى الآن كان الملك بصفة أمير المؤمنين هو الذي يتزعمها. مثلا المحافظون في المغرب اعتبروا أن خطة إدماج المرأة في التنمية خطة صهيونية، وداروا حملة واسعة، وكانوا كيدقوا الديور ديال الناس وكيقولوا لهم واش بغيتي بنتك ترجع في 4 الصباح؟ يقول لهم لا، كيقولوا له راه هذه الخطة اليوسفي ديال الحكومة راه باغا باش بنتك تبقى في الزنقة. هكذا كانوا يشتغلوا بطرق غير شريفة باش الخطة ما تدوزش. في النهاية داكشي كله داز باش باللجنة الملكية، يعني الملك محمد السادس توقفت الخطة بسبب الصراع ما بين العلمانيين والإسلاميين. قام الملك محمد السادس بإحداث لجنة بزعامة وبرئاسة السيد محمد بوستا اللي كان زعيم سابق لحزب الاستقلال، وأدخلوا جميع داكشي اللي في الخطة لإدماج المرأة في التنمية دخلوه في التعديل وسكتوا الإسلاميين ما هضروش، لأن أمير المؤمنين هو الذي قام بذلك. إذن إمارة المؤمنين راه لا تعني بالضرورة بأنها مؤسسة اللي كتطبق الدين أو كتعمل. أذكركم بأنه الملك الحسن الثاني أيضا بصفته أمير المؤمنين رد قوي على رابطة علماء المغرب. رابطة علماء المغرب عملوا بيان ضد الشواطئ وطالبوا باش تمنع الشواطئ باش ما يعوموش الناس في البحر، وقالوا لا يعقل أن النساء والرجال كيلبسوا مايو وكيعوموا. هذا بيان ديال رابطة علماء. فرد عليه الحسن الثاني بأن ماشي شغلكم، دور الفقيه هو أن يعلم الناس كيفاش يتوضوا ويصلوا، وليس أن يتدخل في السياسة اليومية. وأوقف الرابطة عند هذا الحد. هذا أمير المؤمنين. إذا فانتم كتستعملوا مفاهيم ولكن خصكم تضعوا في السياق ديالها. إمارة المؤمنين تولدت مع دستور 62، راه ما كانش في المغرب بهذا المفهوم قبل. وعلاش تعملت إمارة المؤمنين في 62؟ تعملت باش الملك يحتكر الشأن الديني
وباش ما يخليش الجهات الاخرى تستعمل الدين من اجل عرقله التطور ديال المغرب. لان لو بقاو الفقهاء كيحكموا راه ما غنديروا التخطوط التحديث في هذا الشيء كله كاين على الاطلاق. غادي نبقاو في اطار الدوله اللي عرفناها في القرن 19 ولا 18 ولا ما قبل، لان دوله الفقهاء هي دوله مرتبطه بالنصوص الثابته ولهذا لن تتطور. ف كذلك ما يتعلق ما نعطيكم مثال ما يتعلق بالأمازيغية. من الذي أقرها في المغرب؟ الملك محمد السادس. هي سياسة ملكية. ونرجع عند المحافظين والفقهاء اش كيقولوا لنا؟ قلنا هذه لغة وثنية، لغة القرآن هي اللغة ديال المغاربة هي العربية، انتم ناس وثنيون والحرف ديالكم وثني. هكذا هاجمونا وفي المساجد خطباء مساجد كفرونا لأننا كندافعوا عن الأمازيغية وهي لغة غالبية المغاربة. إذا لو أن الأمر في يد هاد الناس غادي يدخلوا في صراع وفتنة، غناخذوا التحق وتبقى لغتنا كتنقارب. الملك بصفة أمير المؤمنين قام بخطوة في 2001 وقال الأمازيغ هي مسؤولية وطنية لجميع المغاربة وسكت هؤلاء المحافظين. إذا راه إمارة المؤمنين هي سلاح ذو حدين. في نفس الوقت الملك يحتكر الشأن الديني ومن خلال ذاك الاحتكار يقوم بخطوات في التحديث مضادة للإرادة ديال المحافظين. وفي نفس الوقت إمارة المؤمنين كتعطي سلطة مطلقة للملك وكتعرقل التطور نحو الديمقراطية. وهذا هو الجواب للإخوان واش حنا في نظام ديمقراطي. نحن لسنا في دولة ديمقراطية. علاش كتطرحوا السؤال؟ الأمر معروف. الدولة اللي كتصلح الناس ديالهم واقفين قدام البرلمان ووزير العدل كيقول لك أنا ما عندي علاقة بهذا الشيء، هذه ماشي دولة ديمقراطية. وزير العدل والحرية كيقول لك أنا أصدرت منشورا يقول بأن الأجهزة الأمنية ما خصهاش تضرب الناس في الشارع، والأجهزة الأمنية كتضرب الناس في الشارع وكتصلخهم. ما هذه الدولة؟ كاينش انسجام. فإذا لسنا في دولة ديمقراطية لأن الدولة الديمقراطية ما كتضربش الناس بسبب التعبير عن الرأي، ما كتضربش العاطلين لأنهم كيطلبوا الحق ديالهم في الشغل. إذا لسنا في دولة ديمقراطية، ولكن علينا أن نعترف موضوعيا وعلميا بأننا خطونا خطوات مهمة نحو التحديث والديمقراطية، لكنها لم نبلغ بعد النموذج للدولة اللي بغينا. الملكية في المغرب هي اللي كتحكم، لأن واحد الأقل من يحكم إلا ما كانش ابن كيران والرامد وكذا يحكموا من يحكم. تحكم ما يسمى في علم السياسة بالدولة العميقة، والدولة العميقة هي الملكية والمحيط الملكي ورجال الدولة مستشارين وغيرهم محيطون به. لأن الملكية في المغرب تنفيذية، هي ليست ملكية رمز للسيادة فقط مثل إسبانيا أو بلجيكا أو النرويج أو كذا أو بريطانيا. هي ملكية تنفيذية، يعني أن الملك يمارس حكم التنفيذية. حنا نظلنا في الشارع في حركة 20 فبراير وغيرها. علاش؟ باش المنتخب تولي عنده صلاحيات ديال الحكم. وفي الوقت اللي كنا كندافعوا باش سي بن كيران إلا وصل للحكومة يحكم سمانا الطبارة والغياطة، ومشى كيدير حوار مع قناة الجزيرة وكينبطح أمام الملكية المطلقة وكيتشبت بإمارة المؤمنين المطلقة. ودابا من يطلع كيقول لنا التماسح العفاريت. حنا دافعنا في الشارع باش المنتخب تكون عنده حكم وسلطة، والسي بن كيران هجا الناس اللي كيدافعوا على هذا الحق، وفي الاخر من يطلع ما قدر يعمل والو وتبلوكا بدا كيقول التماسح العفاريت. وهذا الكلام راني قلته ليه شخصيا وحنا بزوج في إذاعة خاصة قبل الانتخابات 2011 تواجهنا في برنامج باللغة الفرنسية أنا وسي بن كيران، وهو كيقول أننا أحدثنا قطيعة مع الماضي، وأنا كنقول له راه إلا نجحتوا في الانتخابات وطلعتوا بهذا الدستور اللي كاين راك ما غتقدر تعمل والو لأنك لن يكون الأمر بيدك. كيقول لي هذا الشيء غير صحيح. ها هو الآن شنو كيقول للناس؟ الحاجه اللي ما قال شيء كيقول لهم هذه راه عند صاحب الجلاله. ايوا انت كان منتخب وجبتي الاغلبيه ورئيس الحكومه شنو كدير؟ الامازيغيه راه عند صاحب الجلاله. ايوا انت التزمتي معنا في تصريح الحكومه اللي قريتيه في البرلمان كتقول لنا ساقوم باخراج القانون التنظيمي لاحظوا ولم تخرجه في 4 سنوات. ما معنى هذا الشيء؟ معنى هذا ان الناس منتخبون ولكنهم لا يحكمون. كاينه دوله عميقه تحكم، ولكن احنا بغينا التطور باش يولي المنتخب حاكم، ولهذا طالبنا بملكية برلمانية لم نستطيع أن نصل إليها في الدستور الحالي. إذن هذا من الوضعيات المتعلقة بطبيعة النظام في المغرب ومن الحاكم إلى غير ذلك. لكن هذا لا يعني أننا كلنا سلبيات. الملكية
في المرحلة اللي احنا فيها قامت بخطوات تحديثية مهمة يرفضها المحافظون والرجعيون وغير ذلك، وبسلطته الملكية دار هذه الأمور. لكن هذا ينعكس من جانب آخر على أن السلطة المطلقة في يد الملك تعرقل أيضا التطور نحو الديمقراطية، لأن في النهاية تلقوا أن المؤسسات لا تشتغل بشكل طبيعي. ونعطيكم مثال، عندك المكتوب، القوانين مكتوبة، المذكرة الوزارية مكتوبة، كل شيء مكتوب، القرارات كتمشي بالشفوي وبالهاتف وتتحقق ضدا على القانون المكتوب والوثائق والمرجعيات المكتوبة. ما معناه؟ معناه أننا في دولة ليست دولة القانون بل دولة التعليمات والهاتف، والدولة التي تسير بالتعليمات الشفوية ليست دولة ديمقراطية. بسرعة، عنصرية دينية، الأقلي ما كتبانش ليه هو عنصرية دينية. ملي كتمشي للمقاطعة كيعاملك الرجل المقاطع داكشي اللي قلتيه صحيح وحنا كنأكدوا عليه، ولكن اللي ما خبرك شيء هو أن أزيد من 44,000 مغربي اعتنقوا المسيحية، ولكنهم مضطهدون لا يسمح لهم بالتعبير عن الرأي ولا يسمح لهم بأداء الشعائر في الكنيسة، كيدخلوا للحبس وكيتحاكموا وكيدوزوا في المحكمة. وإلا ما خبرك هذا الشيء راه الجرائد نشرات ودرنا بيانات كحقوقيين كنطالبوا السلطة بأنها تحترم حرية المعتقد ديال المواطن. وهناك مواطن محكوم ب15 سنة دوز منها الآن 7 سنوات. علاش؟ لأنه اعتنق المسيحية وراني شرط ليه. هذا ظلم. هناك المواطن اللي تحاكم في هذه السنة الماضية فقط طالب يعني شاب. المسائل المتعلقة بالأطفال اللي يهضر عليها الأخ الكريم ما يتعلق بالتبشير والأطفال. أنا أسألك الآن، الخيرية اللي كانوا فيها مسيحيون كيرعاو الأطفال، فينا هما دوك الأطفال دابا؟ ياك المسيحيون جرينا عليهم، ياك جرينا عليهم قلنا لهم كنديروا التبشير. أعطيني أخبار الأطفال فينا هما، راهم مشردين في الشارع. فينا هما الناس اللي كانوا ضد التبشير ما يجيبوش هاد الأطفال ويرعاوهم ويخصوا لهم الميزانية اللي مخصنا هادو. لا، لو الأطفال كتفضل أن الأطفال يتشردوا في الشارع وما يرعاوهمش المسيحيين، هذا مشكل. إذا خص يكون عندك البديل باش نزولوا واحد الحاجة. ثم لماذا انتصر القضاء المغربي لهؤلاء التبشيريين وحكم ضد السلطة؟ لأن القرائن والمعطيات أثبتت بأن هؤلاء الناس في المحكمة ما عمرهم ما سووا التبشير على الأطفال، كانوا كيرعاوهم وخصوا الميزانية وكيقريوهم، ولكن حتى وصلوا 18 عام هما اللي غيختاروا الدين ديالهم، وهذا أثبت في الحكم. وحكم القضاء ضد الدولة المغربية وضد السلطة المغربية لصالح المبشرين. فإذا التبشير هو يتوجه لزاديوت، يتوجه للبالغ، سواء كان تبشير إسلامي في الخارج أو كان تبشير مسيحي عندنا أو غير ذلك. ولهذا السبب نعتقد أن تلفيق التهم للمبشرين باش نوقفوهم هذا ماشي عذر، لأن الفرنسيين والامريكيين يقدروا يلفقوا بزاف ديال التهم المبشرين ديالنا ليه وقفوا، يقول لهم انتم ارهابيون ولا عندكم السلاح وقفوا، ما كاينينش. الا ما عندهمش حجه ما يتهموش شي حد، دونك يخليو الجمعيات كتمارس التبشير السلمي بالاسلام وهذا حق ديالها. ولكن الا شي واحد دخل السلاح او كيوجد العمليه انتحاريه او غيره يلقى عليه القبض لانه يصبح تهديدا للاستقرار ديال البلد، وهذا الشيء معروف في كل بلدان العالم. اذا أعتقد بأن في هذا الموضوع معطيات كثيرة ينبغي أن يطلع عليها المواطنون، لأن السلطات كتمارس عليها التعمية. وانتم ما عارفينش بأن عدد من المواطنين اللي اعتنقوا المسيحية يستنطقون من طرف الأجهزة الأمنية بدون أي سبب معقول، وفيهم اللي كتستنطق 3-4 مرات في الأسبوع بدون وجه حق، وفيهم اللي طلبوا يغادر البلد، بغيتي تبقى مسيحي وما ترجعش دير سير بحالك عطينا بالاتساع. وهذا الشيء الأخي راه كيوقع في الدولة المغربية، انتم ما فخبركمش، ولكن حنا كحقوقيين راه المعطيات كلها عندنا، لأن كتجينا شكايات ديال المواطنين وعندنا بالمكتوب وعندنا الوثائق وعندنا المعطيات كلها كتنظيمات حقوقية مغربية. ربما حتى البهائيين عمركم ما سمعتوا اليوم. البهائيون راه كاينين في المغرب، ولكن اضطهدوا في بداية الاستقلال وحكموا بالإعدام لأنهم بهائيون، والملك الحسن الثاني هو الذي تدخل لإيقاف حكم الإعدام. الملك بسلطته كأمير المؤمنين هو الذي أوقف حكم. حزب الاستقلال كان يطالب بإعدام البهائيين المغاربة، وهذا غاية التشدد والتطرف والإرهاب
هذا الشيء في بداية الاستقلال. الآن مواطن بهائي مغربي كيتصل بيا يقول لي أستاذ عاصم أنت كتدافع على المظلومين وكتدافع على الناس وضد الميز وضد العنصرية، واش شفتي الملف ديال الجريدة الفلانية؟ قلت له شفتو. قال لي كتبوا على البهائية أشياء خاطئة. قلت له هذا الصحفي اللي دار هذا الملف لا يفقه شيئا لا في الإسلام ولا في البهائية. قال لي راه مشيت عند الجريدة وقلت لهم أنا بهائي بغيت تعدلوا هذيك الأشياء كذا. قالوا لي نديروا سميتك. قلت لهم ما نقدرش، إلا درتو سميتي غتجي الأجهزة الأمنية تطيح عليه. قالوا لي ما غاديش نعملوا أي تصحيح. قال لي دابا خصك أنت بالمعرفة ديالك، وكتبت مقالا كنرد فيه على الصحفي الذي أخطأ وكنبين بين البهائية اختيار ديني ما كيهدد حتى حد، لا يتعدى عدد البهائية المغاربة 500 ديال الناس. اش غادي يعملوا؟ من حقهم أن يعبروا عن رأيهم ويمارسوا شعائرهم، وعلينا أن نحترمهم لأن هذا اختيار ديالهم. ما يتعلق بالدولة الدينية، واحد الأخ قال أن الدولة الإسلام دين ودولة وتنظم الدين بالدولة. هذا صحيح في الماضي، ولكن في الأزمنة الحديثة للطون مودرن بدأت كتنتهي الدولة الدينية وكتبدأ الدولة الحديثة، لأن كل زمان الناس ديالو ونموذج الدولة ديالو. المغرب عرف الدولة الحديثة في بداية القرن العشرين في 1912 من احتك بالفرنسيين، ولات عندنا المحكمة والقانون الوضعي ولا عندنا مؤسسات ديال الدولة الحديثة. إذا خرجنا من الدولة الدينية ودخلنا في الدولة الحديثة. في إطار الدولة الحديثة راه ما يمكنش يطبقوا داكشي اللي قلتي، اللي هو أنه في إطار الدولة الحديثة ليطا ناسيون موديل نحكموا بالدين. راه ما يمكنش، خاصك تخرب هذا الشيء كله اللي كاين باش ترجع دير الدولة الدينية ودير فيها الدين. ولكن في إطار الدولة الحديثة الدين قطاع من القطاعات التي يدبر مثل التعليم والصحة والسكن وكذا، وعلى الدولة تدبيره في إطار احترام تام لحقوق الناس. وكيف قال الأستاذ الدين ديال المجتمع وليس دين الدولة، وليس علينا أن نمس بدين المجتمع، والعلمانية ليست هي القطع مع دين المجتمع، هي القطع مع استعمال الدولة للدين. وبعض الإخوان ديالنا ربما ما كانوش دقيقين في الكلام ديالهم لما قالوا أن هذا الشيء خاص بالغرب، لأن الكنيسة في الغرب كانت متغطرسة وانقلب الناس عليها. اسمحوا لي يا إخوان، هذا الشيء ماشي دقيق. راه كانت الكنيسة في الغرب وكانوا أهل الحل والعقد عند المسلمين، وأهل الحل والعقد هو سلطة الفقهاء بجانب السلطان، والفقهاء كانوا باش يحافظوا على السلطة الدينية ديالهم على المجتمع كانوا كيبغوا التطور وكيعتبروا أي تطور بدعة وكيحاربوها وكيحاربوا السلطان باش يوقفها. ولهذا لما جا الاستعمار لقانا متخلفين، لأن 14 قرن وحنا غاديين كنحاولوا كنهبطوا. قرون الازدهار القرن الثاني والثالث الأخ تكلم على نقل العلوم اليونان والسوريان واللاتين إلى العربية، وهذه مرحلة ازدهار القرن الثاني والثالث والرابع، هذه مراحل ازدهار. لكن بعد القرن الرابع بدأ الانحدار نحو التخلف، إلى أن وجدنا الاستعمار ونحن نعبد الأضرحة ونمارس تقاليد التخلف ونعبد الحكام وقانا في غاية التخلف. طيب هذا معناه أن الدولة الدينية في النهاية وصلت إلى حالة الترهل والضعف، بدليل تركيا العثمانية الأمبراطورية العظمى لمدة 500 عام وهي كتغزو أوروبا وكتغزو العالم وسيطرت على كل شمال أفريقيا والشرق الأوسط حتى الجزائر وعمرها ما دخلت المغرب، بقى المغرب مستقل. هذه الدولة العظمى سموها في أوروبا رجل أوروبا المريض في القرن 19 لأنه وصلت غاية الضعف والترهل. إذا الدولة الدينية ضعفت وطاحت في 1924 وانتهت الخلافة. علاش انتهت؟ ما قدرش تستمر لأنها لم تكن عادلة. واش كتعرف أن الجيوش العثمانيين كانوا كيغتصبوا الأراضي من الناس وكيستولوا عليها بغير حق، وكانوا كيغتصبوا بنات ونساء الناس وكيتباعوا في جهة أخرى. كان كل أنواع الظلم والمبرر من طرف الفقهاء باسم الدين على أنه السبايا والسبي وكذا إلى آخره. فعانى الناس، عانت الدول المختلفة من الإرهاب العسكري العثماني ل5 قرون إلى أن تحررت الشعوب. ومن هنا القومية العربية، منين جاءت القومية العربية في سوريا والعراق وكذا؟ لأن العرب شعروا بهيمنة العنصر التركي
وبمشروع التستريك. ما هو التستريك؟ فرض اللغة والإيديولوجيا التركية على جميع الدول اللي خاضعة الإمبراطورية. فقامت القومية العربية بمحاولة تحرير شعوب العرب في الشرق الأوسط من الهيمنة التركية. هذا هو القومية العربية، هذه الشروط باش دارت. معناه أن هناك ظلم، لم يكن هناك عدل، ولهذا ضعفت الدولة الدينية. لم تستطع تدبير التطورات التي تلاحقت. تطورات كثيرة جت ما قدروش يدبروها. علاش؟ لأن الدولة الدينية كترجع للفقهاء. الفقهاء ما باغيينش يجتهدوا، كيعتمدوا النصوص ثابتة، وكيقول لك هذا الشيء اللي كاين ولا شرب البحر وانت خصك حل. انت مواطن كتعيش واقع اخر وبغيتي حل، ما كيعطيكش الفقيه الحل. يقول لك اسيدي شوف هذا هو الدين، ما بغيتي شيء الا درتي حاجه اخرى غتعاقب. في النهايه الدوله الحديثه عطاتك حلول. مثلا لما جا البنك العصري، بداو المغاربه باش يتزوج كيتسلف من البنك ويتزوج، باش يدير دار كيتسلف من البنك ويدير دار. جاو الفقهاء قالوا له البنك حرام، كيقولوا له اعطوني الحل، ما كيعطيوه حتى حل، كيمشي للبنك. بمعنى ما عندكش بديل، خليني نتصرف، لان الامور اللي في حياتي الان كتطلب مني نلقى حل. وبما ان الفقهاء عجزوا عن ايجاد الحلول لانهم ما بغاوش يتطوروا وما بغاوش يجتهدوا الا القليل جدا منهم، واعتبروا حاله شده. وانا نقدر نعطيكم طوال القرن العشرين، نقدر نعطيكم الاسماء ديال العلماء الاسلام الكبار الذين اجتهدوا اجتهادات رائعه وحوصروا وحكموا في المحاكم. ومنهم العالم الازهري الكبير اللي قال ان البنوك ليست ربويه، وان الاسلام تحدث عن ربا الاشخاص، عن ربا الاشخاص وليس ربا المؤسسات. البنك مؤسسه وليست شخص. انت براسك اي واحد فيكم اذا سلفك صديق ديالك 1000 ريال وقال لك غتردوا لي ب 70 درهم، غيبقى فيك الحال وتقول هذا ظلم، لان هذا هو الربا الذي حرمه الاسلام، لانه غير معقول لا يقبل العقل. ولكن ملي كتعامل مع المؤسسه ما كتعاملش بنفس المنطق، ما كتقولش حرام عليهم، غادي كتشوف انت المصلحه اللي غتقضي. هذا معناه ان هذا العالم الازهري محمود الشلتوت كان الراي ديالو كان مهم جدا. الدكتور محمود الشلتوت وهو من كبار علماء الازهر في القرن العشرين قال علينا ان لا نسقط معنى ربا الاشخاص على ربا المؤسسه، على معنى المؤسسه. هذا اجتهاد. كذلك على الفاسي الذي قال في 1947 ينبغي منع تعدد الزوجات منعا نهائيا. وعلى الفاسي فقيه ديال القرويين عنده العالميه، حصل على اكبر شهاده كعالم مغربي، ويقول في 1947 ينبغي منع تعدد الزوجات منعا نهائيا. هذا فقيه. لماذا؟ أعطى الأدلة على أن هناك براءة. إذا هذا فقيه. شنو قالوا العلماء الآخرين؟ هذا رأي شاذ، هذا غير شاذ. كلما اجتهد عالم من العلماء يقال له أنت شاذ، حالة شاذة. وشنو كيبقى؟ كيبقى التقليد والتخلف. إذا راه الكلام اللي قلت صحيح، راه كانت الدولة والدين مرتبطين، ولكن راه الظروف الحالية ما بقاش ممكن ترتبط الدولة بالدين، لأن الذين يحتكرون تفسير وتأويل وقراءة الدين ما باغينش يتقدموا وما باغينش يطوروا المنهجية ديالهم. ومن بين هذه المناهج ما يسمى عند الفقهاء ضوابط الاجتهاد. لأن واحد الأخ قال أنك لا تعرف الإسلام. أنا مستعد للمناظرة في الفقه الإسلامي وأعلم أصول الفقه مع أي كان، لأنني قضيت نصف عمري أدرس الإسلام. بمعنى ما يجيش واحد يقول لي راني ما كنعرفش، أنا كنعرف جيدا شنو كنقول. العطب في الفقه الإسلامي كاين فيما يسمى ضوابط الاجتهاد، وهي ضوابط بشرية وأصبحت مقدسة ولات بحال إلى جزء من الدين. مني كطالب عالم بالاجتهاد كيقول لك سيدي الاجتهاد عنده ضوابط، ومني كتستعمل ذوك الضوابط كتوصل لنفس النتيجة، ما كتقدمش، لأن هذيك الضوابط فيها خلل، فيها عطب، وخصها تراجع، وخصنا علماء اللي تكون عندهم الشجاعة يراجعوا هذيك القواعد اللي دارها البشر ومن حقهم يراجعوها. باش ما نطولش عليكم، العلمانية بين العالم والعلم، لأن في كلمة علمانية بعض الإخوان ديالنا كيغلطوا كيقولوا العلمانية بفتح العين وليس بكسرها. هما غلطين لأن ما عرفوش التاريخ مزيان ديال العلمانية في السياق الأوروبي. العلمانية بفتح العين يعني أنها من العالم، أي تدبير الشؤون الأرضية انطلاقا من الأرض ومن العقل البشري والوسائل الأرضية. هذا هو العلمانية بفتح العين. العلمانية بكسر العين لأن العلمانية لم تنفصل عن التورات العلمية.
الأخ قويلة هضر على كوبرنيك وهضر على جاليلي كذا. هذوك العلماء شنو داروا؟ هما اللي مهدوا العلمانية بالثورات العلمية اللي داروا، لأن الثورات العلمية ديالهم ضعفت الكنيسة. الكنيسة كانت تتبنى المنظور الأرسطي في الكوسمولوجيا، بمعنى شكل العالم أو النظرية ديال العالم كانت كتبنى الفلسفة والعلم الأرسطو. فجاء كوبرنيك وأثبت أنه ليست الأرض هي مركز الكون بل الشمس، وجاء جاليلي فأثبت أنها تدور حول نفسها وحول الشمس، فانهدم علم الكنيسة وسقطت إيديولوجيا. إذن اللي كيقول أن العلمانية ما عندها علاقة بالعلم لا يعرف تاريخ العلمانية. العلمانية كل ما كانت شي الثورات العلمية ما غاديش تنجح، لأن الثورات العلمية هي اللي ضعفت الكنيسة وضعفت رجال الدين، لأنهم كانوا كيعتقدوا راسهم عارفين، فظهر جهلهم بأنهم عارفين والو. وذهب العلماء بعيدا إلى أن جاء إسحاق نيوتن في القرن الثاني عشر وأسس النسق الفيزيائي الكلاسيكي متكاملا. وبعد نيوتن غادي تجي الفيزياء الجديدة والرياضيات الجديدة مع ريمان لوباتشيفسكي، ثم النظرية النسبية مع إينشتاين في القرن العشرين، فتجاوز العلم حتى العلماء بالقرون السابقة. إذن العلمانية بفتح العين وبكسرها، لأن العلمانية هي تدبير العالم بانطلاقا إلى العالم، وهي أيضا العقل العلمي. وبغيت نعطيكم دليل، غادي نعطيكم دليل واضح على أن العلمانية مرتبطة بالعلم. شحال كينفق العالم الإسلامي على البحث العلمي؟ واش كتعرفوا شحال؟ 0.2. العالم الإسلامي مليار مسلم كينفقوا على البحث العلمي 0.2. شحال كتنفق إسرائيل على البحث العلمي؟ 4.7 من الميزانية ديالها على البحث العلمي. ولهذا أصبحت إسرائيل متزعمة للبحث العلمي في 3 ديال التخصصات علمية في العالم باعتراف ألمانيا وأمريكا وكل الدول. 4.7. العالم الإسلامي 0.2. فين هو العلم؟ وأين هي دعوة القرآن إلى العلم؟ هما كيتشبتوا بالدين والأحقال لأنهم دولة مرتبطة بالدين. هذه الدول سيدي اللي مرتبطة بالدين ومتشبثة به، واش الدين ما قال لهم شيء؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ قال لهم وكانوا كيعملوا شيء. فلا يخصصون أي ميزانية تذكر البحث العلمي. إذن هذا الدليل على أن العلمانية مرتبطة بالعلم. شوفوا تركيا العلمانية شحال كتخصص البحث العلمي. كلما كنت علمانيا كلما زاد اهتمامك بالبحث العلمي وبالعقل. كلما رفضت العلمانية كلما غرقت في الجهل وفي التخلف، لأنك تكون ضد الفكر العلمي. العلمانية لا تنفصل عن البحث العلمي وعن الفكر العلمي، ولهذا السبب عوض ما يسود عندنا العلم كتسود عندنا الخرافة وكيسود عندنا الجهل للأسف. 0.2%. ودخلوا الانترنت وعملوا مقارنة بين إسرائيل والدول الإسلامية في البحث العلمي، غتخرج لكم الإحصائيات عجيبة جدا، دراسات وكتب نشرت. وهناك باحث من إحدى دول الخليج نشر مؤخرا كتاب مقارنة بين الدول العربية وإسرائيل في البحث العلمي، جداول وإحصائيات دقيقة. غادي تخلعوا إلا شفتوا هذا الشيء. إذا ما يقولش شي واحد أنه العلمانية ما عندها شي علاقة بالعلم. أما من ذكرت إسرائيل فما قلته يثبت أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، هي دولة عنصرية لأنها تحدد هويتها بالدين. إسرائيل من كتعتبر رأسها دولة يهودية تضطهد العرب المسلمين وتضطهد العرب المسيحيين. إذا فهي دولة عنصرية، وسبب عنصريتها استعمال هذا الدين في الدولة لأنها ليست علمانية. باش نفهموا هذا الشيء راه ضرورة العلمانية في كل الأمثلة اللي كتقدموا كتزاد عندنا اليقين من ضرورة وأهمية العلمانية. نقاش ديني فقط، الأخ هضر على البطالة ونسبة كذا. اسمح لي يا أخي، النقاش حول العلمانية هو نقاش حول وضعية الدين في الدولة. إذا بغيتوا نناقشوا البطالة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة غيروا العنوان في المداخلة، ما تقولوش بغينا نتناقشوا في العلمانية، لأن العلمانية تفرض عليك موضوعا واحدا، وهو لماذا تخلف المسلمون باستعمال الدين في الدولة، ولماذا تقدم الغربيون بالفصل بين الدين والدولة. هذا هو الموضوع. إذا غنهضروا في البطالة ما مسؤولش عليها الدين ولا العلمانية، حتى واحد فيهم مسؤول عن البطالة. البطالة المسؤول عليها سوء التدبير المالي والاقتصادي ديال بلادنا، لأن الحكام ما كانوش بالنزاهة والموضوعية والعدل المطلوب. دير في السلطة علماني
يقدر يحل مشكل البطالة ويقدر يزيدها. دير في المشكل الإسلامي يقدر يحل مشكل البطالة ويقدر يزيدها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مشكل البطالة لا يتعلق بالمعضلة التي نناقشها. نحن نناقش مشكلة الاستبداد في العالم الإسلامي باستعمال الدين، ونؤكد على أنه لا يمكن المضي نحو الديمقراطية بدون الفصل بين الدولة والدين، وليس بين المجتمع والدين. المجتمع الدين حق دياله، وعلى الدولة رعاية هذا الحق ورعاية هذا المجتمع المتدين أو غير المتدين. غياب واحد الأخ قال لي أنه ما كنعملوش أنشطة خارج العاصمة. يا أخي أنا في النادر ما كندير محاضرة من هذا النوع في العاصمة. أنا معظم العروض ديال المحاضرة ديالي هي في مناطق شمال الشرق جنوب المغرب، وعندي أنشطة لدى الجمعيات التنموية القروية. أنا درت عروض تمازغت لجماهير تصل ما بين 12,000 و 15,000 نسمة في البادية بتمازغ. عروض في التنمية والثقافة، عروض حول مدونة الأسرة، تعديلات ديال مدونة الأسرة. عملنا عروض في البوادي النساء القرويات لتوعيتهن بالحقوق ديالهم إلى آخره. من بين 70 75 محاضرة من هذا النوع في العام ما كندير إلا 2 3 في 4. بمعنى لهذا استغرب أنه تقول لي أنه المحاضرة ديالنا أو الأنشطة ديالنا هي فقط في الرباط. وغدا عندي محاضرة في قصة الكبير غدا فقط. الجنوب الغربي لا الجنوب الغربي أنا دائما نقرأ وتبع. أنا مشيت الأنشطة في أكادير، في زنيت، في تفراوت إلى آخره، وهذه كلها راها. لا أنا عارف بأن ما كتمشي لي. عملت ميرلفت، عملت أيضا محاضرة في ميرلفت حدا الصويرة. لا الصويرة وأسفي. الصويرة هذه الأقاليم هذه ما كايناش دعوات تأتينا من الصويرة يستدعون الإخوان مرحبا. المنطقة اللي استدعتنا نحن مستعدون كحقوقيين وكديمقراطيين أننا نعملوا فيها تنشيط ثقافي. بعض المناطق عندك الحق ما كديرش مبادرة باستدعاء يعني وجوه معينة، وهذا الحق، ولكن أعتقد أنه إذا استدعيت إلى صويرة أو إلى سفين غادي نمشي على، ولكن خاص إخبار شهر ونصف قبل التاريخ المحدد فقط. ما يتعلق بالبادية والمدينة، الأخ ربما لم يدقق واحد مسألة مهمة غادي تلاحظوها. في البوادي المغربية هناك تسامح ديني أكثر من المدن، نقدر واحد ينكر هذه الحقيقة. في البادية كينوضوا الناس يصليو وكيبقاو الناس اخرين ما كيصليوش، ما كيجيوش هذوك اللي صلاو قالوا علاش ما صليتوش معنا. في المدينة لا، في المدينة المحاسبة جسدية وقيل هذا كافر، هذا وقيل ماشي مؤمن بحال. بمعنى العنصرية الدينية اللي هضر عليها الأخ كاينة في المدن، أما البوادي كاين التسامح. وأؤكد لكم هذا، حرية المرأة كاينة في البوادي أكثر من المدن، لأن المرأة كتقضي النهار كله خدامة خارج المنزل مسكينة وكتهز 90% ديال الثقل، وما يقدر حتى واحد يهضر معها على حريتها لأن هي اللي هزت الثقل. وابن عرضون اللي تكلمت عليه لمس ولاحظ ذلك هذا 400 عام، قال إن النساء يعملن أكثر من الرجال، وقال ينبغي اقتسام الأموال المكتسبة عند الطلاق أو عند كذا، لأن المرأة تشتغل أكثر من الرجل. ما درناها حتى 2004 عاد وصلنا لها الفكرة ابن عرضون. ولكن فين شافها ابن عرضون؟ كاينة في القانون الوضعي الأمازيغي. العرف الأمازيغي عرف تنزلت. شنو هو تنزلت؟ هو أن المرأة إذا دوزت مع الرجل 27-30 عام الزواج وبغى يطلقها غادي يقسم معها الثروة ديالو، لأن عاوناته باش يبري ديك الثروة، وما عندوش الحق يلوحها برا بدون والو. وحنا كنشوفوا الفوضات ديالنا باسم الشريعة كيفاش كيلوحوا نساء في الشارع بلا والو. إذا ابن عرضون كان على حق، والقانون الوضعي الأمازيغي على حق، لأنه